أخدكم معايا جولة داخل الاستوديو. في البداية أنا دلوقتي بجهز الاستوديو، ببتدي من هنا أعمل السيت اب بتاعه. السيت اب بتاعه عبارة عن إضاءات RGB. الإضاءات ديت على خلفية بيضة على حيطة بيضة، هتبتدي تديني ألوان، كل واحدة فيهم هيبقى لون الخلفية بلون المشروب. فدول أنا مستخدم 2 كشاف إضاءة RGB بينوروا لي الخلفية ديت إضاءة لون المشروب اللي احنا هنشتغل عليه أيا كان بقى لون المشروب، ودي إضاءة تانية RGB علشان تنور لي المشروب من الخلف، فتبتدي تديني تأثير إضاءة للمشروب نفسه، يكون المشروب نفسه أكنه منور من داخل الإزازة. وبعد كده عندنا سوفت بوكس عليها جريد علشان تبتدي تتوجه الإضاءة بتاعتها من الجنب، وسوفت بوكس تانية أنا بستخدمها علشان تنور لي بقية الزجاجة، يا إما بستخدمها في الخلفية شوية في الخلفية، يا إما بستخدمها من الجنب علشان تضيء الجنب، وديت بتضيء للجنب دوت فيبتدي من هنا تضيء الإزازة بشكل كويس، أو بستخدم السوفت بوكس ديت في المواجهة فتبتدي تقيد لي الإزازة بشكل كامل. وكل واحدة أو توزيع الإضاءة بالشكل دوت على حسب التأثير اللي أنا عايزه والمشهد اللي أنا عايز أطلعه. فطبعا من هنا ديت الإضاءات، وطبعا احنا بنطفي الإضاءة بتاعت السقف خالص وبنستخدم بس السيت اب بتاع الإضاءات بتاعتنا. وده الستاند بتاع موبايل علشان اثبت الموبايل واطلع الكواليس بتاعة الشغل بتاعنا ان شاء الله. وديت الكاميرا، وده كشاف انا بستخدمه في بعض التأثيرات. برضو الكشاف دوت قوي جدا في تأثيرات كتيرة جدا، فانا بستخدمه كأن هو بيطلع لي مؤثرات فلاش، او بستخدمه برضو في الإضاءة، او بستخدمه كإضاءة RGB ان انا بدي لون معين بتأثير معين ودرجة كلفن معينة على الإزازة عشان تطلع لي مشهد معين. ودي الأزايز بتاعت دبل بريك، ودي ترابيزة أنا بحط عليها الحاجة بتاعتي، ورق وحاجات وهكذا بتساعدني. ودي بقى البخاخة اللي بتبتدي من هنا نرش بيها الإزازة علشان يحصل قطرات مية تنزل على الإزازة كده وتديني تأثيرات إن الإزازة مشبرة. وطبعا التيرن تيبل اللي بتلف، ببتدي لسه مظبط السيت اب بتاع الاستوديو وهبتدي في تصوير المشاهد. فانتظروا بقى الفيديو الجاي علشان تشوفوا المشاهد طلعت عاملة ازاي، وهشارك معاكم كواليس كل مشهد وكل حركة بتتم في الإعلان، وهتشوف الإعلان بشكل كامل، وهتشوف كواليس الإعلان من نقطة الزيرو اللي هو السيت اب بتاع الإضاءة لحد كل مشهد كان بيتاخد ازاي علشان يطلع بالشكل دوت في الإعلان. اعمل متابعة علشان